سنة 2039 كوكب الأرض بيكون مليان بشر فوق العدد الطبيعي، وبالتالي الموارد بتقل على الكوكب والبشرية بتكون على وشك الانقراض. فالأمم المتحدة بتصدر قرار بتخفيض الكثافة السكانية لكل دولة بنسبة 5%، وبالتالي أمريكا بتصدر قانون اسمه التقليص. وخلال التقليص ده الطلاب كل سنة بيحضروا امتحانات تحديد ذكاء ومستوى، واللي بيسقط في الامتحان ده بيعدموه وبيحقنوه بحقن فيها المادة المميتة. وبنشوف طالبة جامعية اسمها لينا بتذاكر لطالب في مرحلة ثانوية اسمه سايمون، واللي بيكون بيعاني من مشكلة في حل المعادلات الرياضية، ولينا بتديله عدسة رقمية بتغششه الحل للمعادلات الصعبة. وبيكون في طالب جامعي كمان اسمه بليك، واللي بيكون ابن المحافظ لولاية تكساس واللي اسمه دين، وبيخرج من البيت وبيقابل حبيبته إلي في العربية، وبيتكلموا عن الامتحان اللي هيمتحنوه بكرة. وإلي بتكون قلقانة جدا علشانه، بس بيأكد لها بليك إنها هتنجح. ولكن فجأة بيجي حارس من حراس دين وبياخد بليك لوالده في المكتب، ودين بيكون متضايق من ابنه علشان بيخرج في وقت مهم قبل امتحان مسألة حياة أو موت بدل ما يذاكر علشان ينجح ويعيش. وبيقول لابنه إن إلي هتعطله عن مذاكرته ونجاحه في حياته. وتاني يوم بيكون الامتحان، وبيقف طلبة كتير في طوابير قدام الجامعة، وبيكون لازم يعدوا على تفتيش أمن صارم قبل دخولهم. وبليك بيطلب من لينا إنها تديله عدسة من عدساتها الرقمية علشان يعرف يغش في الامتحان، لكن ما بيكونش معاها تاني. ولينا بتكون في طابور مع صاحبها كيلن ومستنيين دورهم للتفتيش، وفجأة الأمن بيمسك طالب كاتب الإجابات على دراعه بحبر خفي، والطالب بيحاول إنه يهرب، لكن الأمن بيمسكه بشبكة وبيقبضوا عليه علشان يعدموه. وبيكون مفيش حد قبل كده عرف إنه يغش أو يهرب من الامتحان ده. وبعد شوية جوه الجامعة بليك بيودع حبيبته إلي قبل ما يدخلوا للامتحان، وبعدها الامتحان بيبدأ وبيكون مدته ساعتين، والطلاب بيبدأوا يحلوا المسائل على التابلت. ولينا بتحل المسائل بالكامل في وقت قياسي، وهي أول واحدة بتخلص الامتحان. بس كيلن صاحبها بيكون بيعاني من صعوبة الامتحان وما بيعرفش يحل كويس، ولما وقت الامتحان بيخلص بيتصحح على طول ونتيجته بتبان. والمدرسين بيندهوا على الطلبة اللي فشلوا في الامتحان، والطلبة بيكونوا مرعوبين وخايفين لاسمهم يتنادى، وبيتمنوا ان اللحظة المرعبة دي تعدي بسرعة. والأمن بيقبض على الطلبة اللي فشلوا في الامتحان، فبيعيطوا وبيحاولوا يقاوموا الأمن لكنهم ما بيعرفوش، وبيحاولوا انهم يهربوا كمان ولكن بيتقبض عليهم. ولحسن الحظ بينجح في الامتحان بليك ولينا وكيلن، وفجأة في آخر لحظة بينادوا على إلي حبيبة بليك كواحدة من اللي فشلوا، فالأمن بيقبضوا عليها. وبعدها بليك بيتصل على أبوه وبيقول له يتصرف بخصوص إلي، لكن أبوه بيرفض إنه يساعدها وبيقول له إن القانون بيتطبق على الكل. فبليك بيتعصب وبيجري علشان ينقذ إلي من حكم الإعدام، وبيضرب الأمن وبيقول لإلي تهرب، لكن رجال الأمن بيحاصروه وما بيقدرش يعمل حاجة لإلي علشان ينقذها من الموت. وبتعدي سنة على الامتحان، وبيكون باقي 24 ساعة على امتحان السنة الجديدة، وبيكون ده أول امتحان لأخت لينا الصغيرة كورين. وبيرن جرس الباب وبتكون مدرسة لينا واسمها بيرش، واللي بتبقى بتخلي بالها من البنتين زي ما يكونوا بناتها من ساعة وفاة والدتهم، وبتحاول إنها تهدي لينا بسبب خوفها على أختها الصغيرة من الامتحان، وبتقول لها كل حاجة هتعدي على خير. وفي نفس الوقت ده بيكون بليك في أوضته وبيسجل فيديو بيقول فيه إنه هيسقط نفسه في الامتحان، وده علشان يعلم أبوه درس بسبب إن هو ما أنقذ إلي من الإعدام السنة اللي فاتت. وبيجي يوم الامتحان، ولينا بتودي أختها الصغيرة كورين لحضانتها، وفي الحضانة بيشتغل فيديو كرتون للأطفال وبيوريهم وضع الكوكب عامل إزاي بسبب الكثافة السكانية، وبيشوفوا إن كل سنة كل الدول بتقل كثافتها السكانية بنسبة 5%، وفي شوية دول عملوا قوانين زي إن الزوجين مسموح لهم إنهم يخلفوا طفل واحد، ولو خلفوا أكتر من كده بيعدموا الأطفال. وفي دول كمان بتعدم كبار السن علشان بيكونوا شايفينهم حمل على البلد وما بينتجوش. وأمريكا قررت تحافظ على حياة الطلاب الأذكياء ويعدموا الفشلة، وبيكون الأطفال اللي في الحضانة ملهمش استثناء، وهم كمان بيخضعوا للامتحان رغم صغر سنهم وإدراكهم. ومدرستهم بتكون واقفة بره مقهورة علشان بتكون عارفة إن في أطفال من صفها هيتعدموا. وكورين بتنجح في الامتحان بفضل مساعدة أختها ليها في المذاكرة، وبتبقى لينا وكيلن في جامعتهم وبيمتحنوا هم كمان. وبعد ما بيخلص وقت الامتحان بتوصل نتيجة بليك لأبو دين، فبيتضايق من درجات ابنه وبيكون خايف عليه، وبيكلم مايسون مدير الامتحانات وبيأمره ينجح بليك. فمايسون بيبدل درجات بليك مع درجات لينا، وبالتالي لينا بتسقط رغم انها حل كويس. ولما بيندهوا على اسماء الناس اللي فشلوا في الامتحان لينا بتسمع اسمها، والكل بيستغرب ازاي لينا اللي دايما بتطلع الاولى انها تسقط. والامن بيروح يقبض عليها، ولكن بيرش بتمنعهم وبتقول لهم ان لينا اشطر طالبة في الجامعة
وبتقول إن أكيد في حاجة غلط حصلت في التصحيح، لكن الدرجات دي بتكون نهائية وغير قابلة للتغيير أو التصحيح. فبيرش بتدي لينا بطاقة مفتاح علشان تعرف تفتح الباب وتهرب. في نفس الوقت ده بيكون بيلك مستغرب هو إزاي ما سقطش. وبالليل الطلبة الناجحين بيعملوا حفلة بمناسبة نجاحهم وإنهم لسه عايشين، وبيكون دين المحافظ في التلفزيون وبيعلن ترشحه لرئاسة الولايات المتحدة وبيفتخر بالمنظومة التعليمية في البلد. ونتيجة لجهود المنظومة بتكون أمريكا رقم 1 على 196 بلد من ناحية التعليم، ونسبة حدوث الجرائم قلت 26%. وبيلك بيتفرج على أبوه وهو في الحفلة، وبيخرج من الحفلة من غير ما حد يشوفه، وبيوصل للطرقة اللي في الجامعة وبيضرب واحد من الحراس وبيدخل لغرفة المراقبة. ولو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك واشتركوا في القناة وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رأيكم. وبتكون لينا والطلاب اللي فشلوا في الامتحان محطوطين في أوضة وبيقفوا جنب الحيطة، والأمن بيخليهم يبدلوا هدومهم ويلبسوا هدوم معقمة مخصوصة، وبعد كده بياخدوهم على أوضة الإعدام واللي بيتحقنوا فيها بالمادة المميتة. ولكن فجأة بيلك بيقطع الكهرباء عن المكان وبيضلم الدنيا، فالطلبة بينتهزوا الفرصة وبيحاولوا يهربوا، لكن بيفشلوا في الهرب وبيتقبض عليهم، ما عدا لينا واللي استخدمت بطاقة المفتاح اللي اديتها لها بيرش علشان تعدي من الأبواب. وبعدها مايسون بيوصل لأوضة الإعدام وبيسأل عن العدد اللي هرب، وبيعرف إن لينا بس هي اللي هربت فبيدور عليها. وبيلك بيوصل للينا وبيساعدها تهرب من واحد من الحراس وبيضربوه، وبعدها بيتكلموا مع بعض وبيعرفوا إن في تلاعب حصل في نتيجة لينا وبيلك، وهما الاتنين بيدخلوا ممرات التهوية وبيمشوا ورا كابل الشبكات واللي بيوصلهم للمقر الرئيسي للسيرفر علشان يوصلوا للكمبيوتر اللي عليه النتائج الحقيقية. والجامعة بتكون مقفولة ومحظور إن أي حد يدخلها أو يخرج منها لحد ما يصلحوا مشكلة الكهرباء اللي فصلت. والخبر بيتنشر على قنوات التلفزيون والإنترنت في العالم، وأولياء الأمور بيكونوا قلقانين على أولادهم الطلاب اللي لسه جوه الجامعة، فبيتصل دين على مايسون وبيسألوا الوضع عامل إزاي علشان يطمن على ابنه. وفي نفس الوقت ده الهوا اللي في الممرات بيدفع بيلك وبيقع في حمام سباحة من فوق، ولينا بتنط وراه علشان تنقذه وبتطلعه من المية، ولكن بيلك ما بيتنفس وبتحاول تساعده لحد ما بيرجع يتنفس. وبعدها بيغيروا هدومهم المبلولة وبيلبسوا هدوم موجودة في دواليب حمام السباحة وبيكملوا مشي في الممرات وبيوصلوا لباب أوضة السيرفر، ولكن المفتاح بيقع من لينا على الأرض من الممر اللي فوق قدام الحارس، ولكنه ما بيلاحظش وجود حاجة على الأرض وبيكمل مشي. ولينا بتحاول تجيب المفتاح من على الأرض بأي طريقة، وبتكون خطتها إنها تدخل معمل العلوم وتربط حبل بمغناطيس علشان تلقط بيه المفتاح وهم في الممر. فبيروحوا المعمل وبيجيبوا الأدوات المطلوبة، ولكن بسبب الصوت اللي بيعملوه بيقرب حارس من الباب علشان يشوف إيه اللي بيحصل. فلينا بتهرب بسرعة وبتطلع الممر، بس بيلك ما بيقدرش يطلع وراها وبيفضل في المعمل وبيستخبى، وبيدخل عليه الحارس. فلينا بتسحب المفتاح بالمغناطيس وبتعرف إنها تلقطه، لكن في نص الطريق الحارس بياخد باله وبيمسك المفتاح في الجو، وبيطلع إن الحارس ده هو بيلك ومتنكر في لبس الحارس اللي دخل عليه المعمل بعد لما خلاه يفقد الوعي. وبعدها بيظهر الحارس اللي الاتنين ضربوه في الأول وبيكلم مايسون وبيقول له على اللي حصل، وبيقول له إن لينا معاها مفتاح بتعدي بيه الأبواب. فمايسون بيجمع كل الأساتذة علشان يعرف مين اللي ادى المفتاح للينا. فبرشا بتقرب لواحد من الأساتذة من غير ما ياخد باله وبتاخد مفتاحه، ومايسون بيفتش المدرسين وبيشوف مفتاح وبطاقة هوية كل واحد منهم، وبيرش بتوري له حاجتها وبتفلت من العقاب، وبيتقبض على المدرس اللي لينا سرقت منه المفتاح. ومايسون بيسأله عن مكان لينا، بس المدرس ما بيكونش عارف حاجة، فبيضربه مايسون في وشه وبيخليه يفقد الوعي. واخيرا لينا بتدخل أوضة السيرفر وبتستخدم المفتاح علشان تفتح الكمبيوتر، بس بتلاقي ان مايسون عامل رمز حماية عليه، فبتبعت رسالة لكيلين واللي عنده خبرة في اختراق الأجهزة. وبعد شوية كيلين بيستلم الرسالة وبيساعدها انها تختار كمبيوتر مايسون، وبتقدر لينا انها تشوف النتيجة بتاعتها وبتلاقي انها جابت 98%، ومع ذلك اعتبروها فشلت في الامتحان. وبيلك جاب 15 ونجح، وبتعرف ان السنة اللي فاتت اللي جابت 88% واعتبروها فاشلة، وإن في ناس جابوا أقل منها في الدرجات ونجحوا. فبتعرف إن نظام النتائج ملعوب فيه، وإن المحافظ دين هو اللي بيتحكم في مين ينجح ويعيش ومين يسقط ويموت. ولينا بتبعت الملفات اللي فيها النتائج لكيلين، بس الكهرباء بتتصلح وقتها وبترجع. ومايسون بياخد باله من اللي بيحصل في أوضة السيرفر عن طريق الكاميرات، ولينا بتاخد بالها وبتهرب من الأوضة، بس مايسون بيمسكها وبيقبض عليها. وبيبقى بيلك متنكر في لبس الحارس وبيكون مع الناس المحبوسة في الأوضة، وبيأمر الحارس اللي معاه انه ياخده من أوضة الحقن، لكن الحارس بيرفض أمر بيلك وبيتخانقوا مع بعض. وبيتعرف الحارس على بيلك لما بيقلعوا القناع اللي هو لابسه. وفي نفس الوقت كيلين بيستلم الملفات اللي لينا بعتتها له عن النتائج، وبيتخض من التلاعب اللي بيحصل في الدرجات، وبيكون له علاقة بناس شغالين في قنوات الأخبار. فبيتواصل مع واحد منهم وبيبعت له إيميل فيه الملفات،
وبعدها القنوات بتعمل تقرير عن التلاعب اللي بيتم في الدرجات والنتائج. وبعد تسرب الملفات بتتصل مدير الدين بيه وبتهدده بخلعه من ترشيحه للرئاسة. فدين بيقرر يعمل مؤتمر وبيتكلم فيه وبيلفق كل اللي حصل لمايسون وبيمثل ان هو بريء، وعلشان يثبت براءته بيكون لازم يصدر قرار اعدام كل الناس اللي فشلت في الامتحانات واللي منهم بليك ابنه. وفي الجامعة مايسون والحراس بياخدوا لينا لأوضة الإعدام مع بقية الناس اللي فشلوا وبيكون معاهم بليك. فبيتصل مايسون على دين علشان يصدر أمر الإعدام، بس دين بيقول له يوقف اللي بيعمله، وبيبقى دين فعلا عايز إن الناس اللي فشلت يتعدموا ومنهم ابنه، وبيأمر بتحرير الناجحين واللي منهم لينا. فبتشكره لينا وبتودع بليك وبتشكره على اللي عمله معاها. والحراس بيقبضوا عليه وعلى باقي الناس اللي فشلت فعلا في الامتحان وبيحقنوهم بالحقنة اللي فيها المادة المميتة. ولما بتتفتح أبواب الجامعة تاني لينا بتخرج وبتكون وسط أهلها. وبالليل بنشوف جثث الناس اللي فشلت في الامتحان في أسانسير وبينزلوا المكان تحت الأرض، وبنكتشف إنهم كانوا متخدرين بس وما ماتوش. وأول لما بيشوفوا نور شديد بيتحركوا، وبنعرف إن المكان ده عبارة عن مصنع كبير تحت الأرض وبيكون مليان بالعمال وبيبقى عددهم كبير جدا. وبعدها بليك بيشوف مفاجأة، وهي إن إيلي لسه عايشة لكنها بقت شغالة في المصنع من سنة. وبنعرف إن الطلبة اللي كانوا المفروض يتعدموا بينزلوا تحت الأرض في المصنع وبيستعبدوهم وبيشغلوهم في شركة ضخمة جدا وبتكون سرية. وبيكون ده قرار أمريكا طلعته علشان بدل ما يقللوا من الكثافة السكانية ويعدموا الطلاب بيستعبدوهم للأبد وبيرفعوا من الحصيلة الإنتاجية للدولة. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لي لايك واشترك في القناة واكتب لي رأيك في الكومنتات. يلا سلام.